مرحبا، كيفكن؟ رح نعمل اليوم فطاير وبيتزا صغار. أول شي رح أعجن العجينة، فيكن تشوفوا الرابط فوق، سمبوسك أو لصفيحة بعلبكية. وهلأ هون رح تبل السبانخ، فرمتن وغسلتن منيح، وهلأ بدي تبلن. أول شي رح حط رشة ملح واخلطن منيح. وهلأ هون عندي فرمت بصلتين قطع صغيرة، قطعتن قطع صغيرة، وهلأ بدي ضيفن فوق السبانخ. وهلأ بدي زيد ملعقة ونص صغيرة من السماق وملعقة ونص صغيرة من حامض الليمون، واخر شي بدي ضيف شوي من الزيت النباتي. وهلأ بخلطن منيح، وهلأ بحطن بالمصفاية لحتى ينزل منن المي كرمال العجينة ما تفتح معي بس احشيها. وهلأ من بعد ما خمرت العجينة عم برقها بهيدا الشكل، بأي شي عندكن اياه منساويه بهذا الشكل دائرة كلهم نفس الحجم. وبلش حط حشوة السبانخ بقلبها وبسكرها بهيدي الطريقة، وبضل عم بعمل هيك لتخلص عند الكمية. وهون بدي اعمل البيتزا صغار، رقيت العجينة وشكلتهم، وهلأ بدي احطهم بالصينية وبعملهم بالشوكة هيك كرمال ما تنفخ عند العجينة. وهلأ بحطها بالفرن لتاخد لون العجينة تستوي عندي من تحت. برجع بقلبها وببلش حط صلصة البيتزا واي شي انتو بتحبوا تحطوه او تضيفوه على البيتزا. وهيدي هي وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ويكون عجبكم الفيديو. وشوفوا كيف العجينة طرية طلعت معي، وصفة كتير ناجحة ومضمونة 100%. إذا عندكم أي أسئلة اكتبولنا بالكومنتس، وما تنسوا تعملولنا لايك وسبسكرايب للصفحة عشان يوصلكم كل جديد.